ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن أنواع كلاب برية فشل الإنسان إنه يستأنسها، وما زالت إلى يومنا هذا موجودة في البرية. رقم 1، النيو جيني سينجينج دوغ أو كلب غينيا الجديدة، وهو كلب بري من جزيرة غينيا الجديدة القريبة من أستراليا. بيتميز بلونه البني المخلوط بالذهبي، وبيتميز بصوته اللي بيشبه الغناء الممزوج بالهواء. تم تربيته من قبل بعض المربيين، ولكنه شرس مع الحيوانات الصغيرة بسبب غريزة الصيد العالية اللي عنده. رقم 2، الدينجو، كلب استرالي بري بيتميز بشراسته العالية، وإنه بيصطاد وبيعيش في جماعات، وشعرته قصيرة وديله كثيف. تم تربيته من بعض المربين، ولكنه صعب التدريب بسبب شخصيته المستقلة وشراسته تجاه الحيوانات التانية بالفطرة. رقم 3، الأفريكان وايلد دوغ أو الكلب الأفريقي البري. بتنحدر سلالته من جنوب أفريقيا، ولكنه منتشر في معظم الدول الأفريقية. بيعيش في جماعات، وبيتميز بلونه المنقط، ودانه بتكون مدورة وبيشبه الضباع، ولكنه من فصيلة الكلاب. حاول مربين كتير تربيته، ولكنه شرس جدا جدا تجاه الحيوانات والإنسان. رقم 4، النيتيف أمريكان إنديان دوغ أو كلب الهنود الحمر. بتنحدر سلالته من أمريكا الشمالية، وبيشبه الذئاب. فروته سميكة وحجمه ضخم، شرس مع الغرباء والحيوانات الأصغر منه. بيتم استخدامه في المحميات الطبيعية. رقم 5، الفورموسن ماونتن دوغ، كلب تايواني بيعيش في الغابات ذات الطبيعة الجبلية. طبعه هادي ومستقل، بياخد قراراته بنفسه ومش سهل التدريب. حذر وعنيد جدا. تم تربيته من بعض المربين، ولكنه بيهرب كتير وبيرجع للطبيعة، وصعب السيطرة عليه في البيوت. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب. سلام.